هاد خونا اللي كتشوفو في التصويره واللي معمر وجهه كامله بالواش محكوم عليه ب 450 عام ديال الحبس. الشر اللي فيه خلاه يتعتبر من اخطر المجرمين اللي كاينين، وبطبيعه الحال كيتعتبر خطر كبير على الناس والعالم الخارجي. والمشكل هو انه حتى ملي كيكون مسجون في الحبس كيشكل خطر كبير على السجناء وعلى الحراس ديال الحبس. هاد خونا هذا سميتو نيكو جينكين، كان مرونها في الانترنت قبل شي اعوام قليله، وكلشي كان كيهضر عليه في لي ريزو سوسيو واليوتيوب وكاع لي بلاتفورم. وهذا الشيء هذا بسبب الشكل ديالو اللي كيخلع الكبير والصغير، واللي كان معروف ما بين كلشي انه كيصفيها لاي واحد بمجرد انه غير كيشوف فيه. شنو اللي وقع لهذا السيد وشنو دار باش قدر يتسجن هذه المده كامله؟ نيكو من صغره كان كيدخل في الصداع والمشاكل، وكان كيشوف المشاكل بعينه في الدار ديالو وما بين العائله ديالو. هذا الشيء هذا اثر عليه وخلاه يكون داكشي اللي هو عليه دابا. وكيف ما كنقولوا هذا الشيء هذا بادي اليبوك من العائله ديالو، وهنا كتبان شجره العائله ديالهم اللي تبارك الله عامره مشاكل. ولكن حنا خلينا من هاد الناس، حنا نديو مثال غير بالناس اللي قريبين ليه، الام ديالو والاب ديالو والاخت ديالو وعمو وحتى خواتاتو بثلاثه. تخيل معايا هادو كاملين مجرمين، ولكن نيكو قال لهم ما كتعرفوا والو في الاجرام. نيكو ملي كان صغير كان كيتعصب بزاف على اي حاجه كيتعصب عليها، ومني كان صغير قدر يدبر في البيو بيو، وفين داه معاه في نظركم داه معاه للمدرسه فين كيقرا. وفاش زاد كبر شويه ما بقاش كيحضر للمدرسه، منين ولات عنده 11 عام ولا كيغيب بزاف وكيخرج مع الدراري بزاف ويدوروا في الشارع ويديروا الكوارث في هذا اللاج هذا. وفي الاخر جراو عليه من المدرسه اللي كان كيقرا فيها، وهاد المدرسه كان كيبات فيها لداخل وصافي ما بقاش كيقرا في مره. هاد نيكو هذا ذاق اللذه ديال الاجرام نهار اللي ضرب واحد خونا بواحد اللعيبه ماضيه. نيكو في واحد العمر صغير كان كينضم للعصابات في الشارع، واول مره كيتشد فيها نيكو حصل كيدير عمليه السطو بالبيو بيو وبالطوموبيل. واخا هو محبوس ما تهناوش من المشاكل ديالو. القاضي زادوا جوج ديال التهم على التهم اللي كانوا عنده، الاولى فاش هجم على واحد الحارس ديال السجن، والثانيه انه حرض السجناء على الموظفين اللي كاينين في الحبس ونوض واحد الفوضى كبيره في الفلوس ديال الحبس. القاضي في الاخر ما رحموش وحكم عليه ب10 سنين ديال الحبس. نيكو دوز هاد المده كامله في الحبس وما قدروا ينقصوا له حتى نهار من هاد المده بسبب الشغب الكبير اللي كان كيدير والمشاكل. وكل شيء قال باللي نيكو تاب وما بقاش غيدير المشاكل وصافي راه صلح راسو ولا انسان مزيان. وفي 2013 منين خرج من الحبس هنايا بالضبط غيبدا السلسله ديال التصفيه ديالو بلا رحمه بلا شفقه. من بعد الخروج ديالو من الحبس مباشره صفها الجوج ديال الناس، خوان وخورخي، ولكن هذا الشيء هذا ما نفذوش بوحده. الصدمه هنايا هي انه نفذوا بالمساعده ديال الام ديالو والاخت ديالو، عائله محترمه تبارك الله. نيكو قدر يستخدم الاخت ديالو والام ديالو باش يجيبوا له الضحايا حتى لعنده، وبجوجهم هاد الضحايا جاتهم الضربه في الراس وفي الاخر سرق لهم الفلوس ديالو. ولكن تسحب لكم حبس هنايا من بعد سيمانه صفاها لواحد خونا كان معاه في الحبس وكان الصديق ديالو، وصفاها ليه بلا رحمه بلا شفقه. والمشكل هي انه قبل ما يصفيها ليه بنهار كانوا ديجا مصورين تصويره بحال الخوت وانهم اصدقاء ديال بصح. وهنا كيبان بان هاد نيكو هذا راه سايكو ديال بصح، يعني تقدر تكون الصديق ديالو ويقول لك انت راك عزيز عليا، ولكن الغد ليه تقلب عليك 360 درجه ويصفيها ليك في الاخر ما تفهم حتى لعبه. وعلاش صفاها ليه من الاساس؟ حيتاش نيكو تسحب له باللي هو اللي تيرا في الشرجم ديال الدار ديالو السيمانه اللي فاتت، حيت شي واحد كان تيرا في داك الشرجم. ولكن كيفاش دار نفذ هاد الجريمه؟ الاخت ديال نيكو عيطات لداك الصديق ديالو كورتيز قالت له اجي نفذوا انا وياك واحد العمليه اللي هي عمليه سهله ديال السرقه. ولكن اللي ما كانش عارف هاد كورتيز انه غادي الموت بيدو. ومنين طاح في اليدين ديال نيكو ما عطلوش في البلاصه صفاها له. من بعد سيمانه على هاد الحادثه نيكو خرج الشارع وتعرض لواحد المراه عندها 3 ديال الدراري تيرا فيها وجابها للارض. ولكن هاد المره عاونوا العم ديالو، يعني دابا عرفنا ان خواتاتو والعم ديالو كيعاونوه. ولكن غنصدمك دابا وغنقول لك الام ديالو حتى هي عاوناتو في هاد الجريمه هذه، وهي اللي اشترات له الرصاص قبل ما ينفذها. وفي الاخر اعترفت بهذا الشيء كامل اللي كانت كدير مع ولدا نيكو. ما دازو غير شي سيمانات قلال حتى تشد نيكو بمحاوله السرقه، ومنين بداو كيحقوا معاه لقاوه داير بزاف ديال الكوارث ماشي غير السرقه. خونا السيفي ديالو عامر. في الاول ما بغاش يعترف، ولكن من بعد 8 ديال السوايع ومن بعد ما عطاوه الدلائل كامله اللي جات دي ان اي ولقاو بزاف ديال الدلائل ضدو قدر يعترف في الاخر بهاد الجرائم. نيكو في الاخر منين زيروه في التحقيق
وقالوا له شنو السبب الرئيسي اللي خلاك دير هذه الجرائم؟ قال لهم انني كنهضر مع واحد الثعبان اللي هو الاله ديالي وهو اللي قال لي انني ندير هذه الجرائم هادو. البوليس بطبيعه الحال شدوه في الحبس باش يتسنى المحاكمه ديالو الاخرانيه واللي هي الاعدام واللي ما عنده هرب منه. وفي هذه المده اللي كيتسنى المحاكمه ديالو دبر على واحد اللعيبه ماضيه وقسم اللسان ديالو على جوج باش يتشبه بالاله ديالو استغفر الله اللي هو الثعبان اللي كان قال في التحقيق، وبلا ما نذكر شنو دار في بعض الاعضاء في الجسم ديالو. وبهاد الافعال اللي دار بطبيعه الحال كلشي تاكد بانه هاد خونا هذا ماشي انسان طبيعي وماشي اي واحد يقدر يدير داكشي اللي دار. ودار بزاف ديال الفعلات بطبيعه الحال داخل الحبس اللي ولا كلشي كيخاف منه. وفي واحد النهار سرق السوارت من داك الحارس ديال السجن وحاول يهرب ودار لهم مشاكل كبيره تما. وفي الاخر جابوا ليه بزاف ديال الاطباء نفسانيين باش يشوفوا الصحه ديالو العقليه، وفي الاخر لقاوه بانه صحيح وفي كامل قواه العقليه. وهذا الشيء هذا اللي كيديروا عمدا مقصوده. وهذا الهبل اللي كان كيدير غير باش يفلت من العقوبه ديال الاعدام، حيت الا كان مريض نفساني ما عندهمش الحق يعدموه وخاصهم يديوه لمصحه خاصه بالامراض النفسيه. من داك المده والحكم ديال الاعدام كيتاجل، وباش تنفذ عقوبه الاعدام خاص 3 ديال القضاة يوافقوا عليها. وفي الاخر تحكم عليه ب 450 عام ديال الحبس، يعني غيدوز الحياه ديالو كامله في الحبس. وشنو بان لك نتايا في هاد خونا؟ واش بصح مريض نفساني ولا كيديرها عمدا؟ الا عجبوك بحال هاد القصص ما تنساش دير جيم وكومونتير، ولا بغيتي شي قصه واحده اخرى بحال هادي راه كاينه في لاباج ديجا، دخل تفرج في الفيديوهات القدام ونشوفك في الفيديو الجاي.